صباح الخير والسعادة لقلوبكم أحلى متابعين في الدنيا. متابعيني أنا في المطبخ مع سنة. كل سنة وحضراتكم طيبين. النهاردة عيد الحب المصري، علشان كده قررت أعمل لكم النهاردة طاجن السعادة. يلا بينا نسمي الله ونبدأ مع بعض. أول حاجة هنعملها مع بعض هندهن الطاجن بتاعنا بالزيت النباتي. بعد كده هننزل بمعلقتين كبار من الدقيق بتاعنا متعدد الأغراض، وطبعا نخلينه. معلقة من الكاكاو الخام، معلقة من السكر، نص معلقة من البيكنج باودر، ورشة بسيطة من الملح. وهنقلب كل المكونات بتاعتنا زي ما انتوا شايفين معايا كده بالظبط. بعد كده هنزل بمعلقتين كبار من الزيت النباتي، و5 معالق كبار من الحليب، وهنقلب كل المكونات بتاعتنا لحد ما نوصل للقوام اللي انتوا شايفينه معايا ده، وهو ده القوام المناسب اللي احنا محتاجينه. ممكن كمان في المرحلة دي ننزل بقطعة من الشوكولاتة. طبعا الخطوة دي اختيارية. الفرن بتاعنا شغال على درجة حرارة 180، بتاخد معانا حوالي 15 ل 20 دقيقة عشان تبقى جاهزة معانا. وده الطاجن القمر بتاعنا بعد ما طلع من الفرن. دلوقتي بقى هنسقيه بنفس التشريبة بتاعتنا. ودلوقتي هنزل بالتشريبة بتاعتي اللي هي عبارة عن حليب حليته بالسكر عادي خالص. عايزة اقول لكم تقدروا تضيفوا اي اضافات تكونوا بتفضلوها، مفيش فيها اي مشكلة خالص. يعني تقدروا تضيفوا للحليب بتاعنا كاكاو، ممكن كمان قهوة سريعة الذوبان، حسب ما انتوا بتفضلوا النكهات تبقى عاملة ازاي. اول طاجن معانا غطيته بصوص الشوكولاتة اللي احنا عملناه مع بعض. وده اول طاجن معانا، وبما انه طاجن السعادة فما فيش للسعادة معانا حدود. بجد والله يا جماعة الطاجن بتاعنا زي ما بيقولوا يتاكل اكل كده من غير اي تزيين ولا اي جرنشة. وده الطاجن التاني، ضربت كيس من الكريم شانتيه ومعاه نص كوباية من الحليب المثلج، معلقة صغيرة من الكاكاو الخام، وضربتهم بالمضرب الكهربائي. وده الطاجن التاني بتاعنا. وده كان فيديو النهاردة اللي بتمنى من قلبي انه يعجبكم. يا ريت اذا الفيديو عجبكم ما تبخلوش عليا بلايكات كتير، شير للفيديو، اشتراككم في قناتنا في المطبخ مع سنة. كل سنة وحضراتكم طيبين. احلى واغلى متابعين على قلبي متابعين قناتي في المطبخ مع سنة.